الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة الكبدة بتاعت الشرقاوي بنفس طريقة المطاعم بالظبط ونفس التكنيك. انا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا البهارات: توم بودرة وبصل بودرة وملح حسب الرغبة وكمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وكمان رشة جوز الطيب، وهحط عصيرة ليمون كبيرة، وحطيت فصين توم مفرومين، وهحط معلقة كبيرة خل وكمان رشة شطة، دي اختياري. ونقلب كل المكونات مع بعض. انا عملت معاكم الفيديو ده زمان اول ما فتحت القناه تقريبا من حوالي 3 سنين، كنت عامله معاها المخ بس قلت اصوره لكم تاني علشان كان التصوير مش احسن حاجه. الكبده طبعا متقطعه شرايح رفيعه كده زي البانيه. انا هنزل بيها كده في التتبيله. لو انتي مستعجله عليها ممكن تستخدميها كمان نص ساعه، بس انا بالنسبه لي هبيتها ليله كامله في التتبيله. وبعد كده نقول لكم بقى طريقه التعفير بتاعتها بالرده وسواها. هنا رده. طبعا الرده ضعف الدقيق، يعني لو هتحطي كوبايتين رده هتحطي كوبايه دقيق. وعندي كمان معلقه كبيره نشا وشويه توم بودره وبصل بودره وفلفل اسود وكزبره ناشفه وكمون. هقلب كل دوت مع بعضه عشان هي دي الخلطه اللي هعفر فيها الكبده. ابتدي اسقط الكبده كده واضغط عليها من كل الجوانب عشان اضمن ان البودره بتاعه الخلطه تتغطى بيها كويس، ما يبقاش فيها حته مكشوفه. هخلص بقى كل الكميه، وفي الاثناء دي هكون مجهزه الزيت بيسخن على النار. حبيت اوريكم بس. بصوا مفيش حته مش متغطيه. طبعا هنفضها بس بالراحه كده عشان ما انزلش كل اللي انا عملته تاني. الزيت عندي قدح، النار تبقى متوسطه. ابتدي اسقط فيها كده الكبده ما تاخدش وقت، يعني دوبك 3 دقايق على الجنب ده و3 دقايق على الجنب ده. هوريها لكم شكلها وهي بتتحمر. هي عندي كده اتحمرت، بصوا من جنبين اهي. هطلعها وهخلص كل الكميه وبعد كده اوريها لكم في الاخر. بعد ما خلصت تقليتها كلها، عايزه اقول لكم ما فكتش مني لاخر واحده ومقرمشه وجميله جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.